ترحم على شهدائنا شهداء العزة والكرامة. نحيي القائد عبد الله وجلان من مدينة السلام، مدينة الرقة، مدينة هارون الرشيد، التي كانت بالأمس تتلفح بالسواد، تتلفح بأفكار داعش، بمضايقات النساء، بكبت الحريات. وبفضل نظريات وأفكار القائد أوجلان فك الله أسره وكسر من ظلمه. نعم، من مدينة السلام نهدي جميعا تحياتنا وأشواقنا إلى القائد والمفكر والفيلسوف عبد الله وجلان. نعم، بفضل نظريات وأفكار القائد عبد الله وجلان لقد تحررت شمال شرق سوريا من رجس الإرهاب. وضع القائد النظريات والأفكار ووجدت رجالا شرفاء عاهدوا الله على رفع الظلم ورفع الإضلاع ورفع الإرهاب عن بلادنا وعن جميع بلدان الدنيا، وهم قوات سوريا الديمقراطية. من مدينة السلام، من مدينة أخوة الشعوب، من مدينة الرقة، نوجه نداء إلى المنظمة الأوروبية لمناهضة التعذيب. نناشدها: ما هو مصير القائد عبد الله وجلان؟ لماذا لم يتم الإفراج عن القائد عبد الله وجلان؟ من هذه المدينة، من مدينة الرقة، نناشد جميع الشعوب الحرة في العالم بأن يقفوا إلى جانب القائد عبد الله وجلان، بأن يقولوا كلمة حق للظالم التركي الذي قيد حرية القائد عبد الله وجلان، لأن القائد عبد الله وجلان نادى بالحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب. Show